النهاردة أنا في قلب مومباي، وتحديدا في مكان مميز جدا اسمه دوبي جات، وده أكبر مغسلة مفتوحة في العالم. ومن هنا من فوق الجسر تقدروا تشوفوا المشهد كامل، مئات من الصفوف الطويلة للهدوم وهي بتتنشر تحت الشمس. منظر مش هتنساه بسهولة. المكان ده اتأسس من أكتر من 130 سنة، ولسه لحد النهاردة بيشتغل بنفس الطريقة القديمة. هنا بيغسلوا ملايين القطع من الهدوم كل شهر، من هدوم البيوت العادية لحد الفنادق والمستشفيات. واللي يميز المكان ده إن الغسيل كله بيتعمل يدوي، من غير أي ماكينات أو معدات حديثة. تعالوا بقى ندخل جوه ونتفرج على المغسلة دي عاملة ازاي. الشوارع بصوا هي عاملة ازاي. بس الشارع هي اللي على الشمال دي، اللي فيها مشمع أزرق. يلا نخش جوه إن شاء الله كده نبص نتفرج. هنا كده من أول المغسلة. بصوا يا جماعة الحاجات كلها قديمة ازاي، بس كل دي غسالات قديمة جدا. كل بيت هنا قصاده المغسلة بتاعته، الأحواض والغسيل بتاعه، سواء بقى بيغسلوا المحلات، المطاعم، المستشفيات، الفنادق. بس المكان كبير جدا 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 يعني، مساحة كبيرة قوي، بس كلها حاجات بدائية يعني. أحواض مية، بص الغسيل كله بيتنشر هنا أو فوق السطوح. بس كلها يعني غسالات قديمة خالص. عدد كبير جدا جدا من الناس شغالين هنا. والمكان بصوا زي ما انتوا شايفين يعني دهاليز، كل بيت قصاده الأحواض بتاعته والغسالة، مكان شغله يعني ومكان بيته في نفس الوقت. بص الكمية قد ايه. هنا برضه ده مكان تاني، مكان عايزلكوا كبير جدا جدا، مساحته كبيرة قوي. وبعدين طول ما انت ماشي بقى عمال تدوس في مية وصابون، الواحد خايف يعني يتزحلق في المية. That is for one hospital. Oh yeah, Egypt. This is right here. Yeah.
Smoking with gas without electric. This is new. Oh, it's always new. ده يعتبر يا جماعة أكبر مغسلة موجودة تقريبا في العالم يعني، مساحتها كبيرة جدا وعدد عمال كبير أوي شغالين فيها.